السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا مثل ما قلت لكم سابقا بأنه هذين الدجاجتين السود نسرة ووداد قفن وانقلت من هذا المكان اللي هو ما نستخدمه اللي هو يعني بالأصل حمامات أو صحيات. الحمد لله والشكر. هنا خليت بهذه الغريفة الصغيرة اللي هي بالأصل ما أدري تواليت حمام ما أدري بس كل شي ما بيها. خليت هنا وداد وهذيك هناك خليت نسرة. طبعا نسرة أنا ليش صح لها نسرة؟ لأنه رقبتها طويلة وما أدري مضربة أو شيء أنا ما أعرف بيهن، وهي عندها لحية ولما تشيل هيك رقبتها تصير تقول عبالك نسر. النسرة ما كركت بذاك اليوم، لا بس نامت هيك، ظاهر كانت عندها بيضة، فورا تقريبا 5 أيام 6 أو أكثر أسبوع يلا كركت فتأخرت. هسه هذه وداد الحمد لله والشكر. هذه السوداء هسه راح أشوفكم إياها. الحمد لله طلعت كانت جواها 18 بيضة أو 19 بيضة. 2 طلعا ما ملقحات مو فاسدات ما ملقحات، شلتهن بقن 17. واحد من عندهن تأخر لحد يوم 19، يعني وصل إلى 24 يوم أو 25 يوم وكان عايش وكل شي ما بيه. بس أنا للأسف الشديد استعجلت، وهاي أنا راح أخلي حلقة بخصوص هذا الشي. استعجلت في كسر البيضة، ولما كسرتها البيضة للأسف الشديد ما طول أكثر من دقيقتين وكان كامل وما بي شي. يعني أنا لو منتظر بس تقريبا ليلة وحدة، يعني الليلة اللي راحت مثلا وثاني يوم كان أكيد إنه طالع هو وما بي أي مشكلة. بس للأسف الشديد استعجلت وهذا الغلط. وراح أسوي حلقة إنه إذا واحد يريد يتلاعب خلينا نقول بالبيضة خلي ينتبه من وين، من يا جهة من جهات انه يحاول انه يطلع الفرخ او يساعده او كذا وكذا، لان اكو جهتين بالبيضة فجدا جدا يعني مهمات. على كل حال هسه هذه السوداء وداد هسه ما ادري ظلمة بس يلا خلينا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هاي بالليل اخليلهن هاي الباب لانه اخاف يجفتهن بزون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا هذني. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. طلعا وياها يعني هسه هاي اللي طلعا 16 صوص او فراخ او شو نسميه كتكوت. 6 من عندهن سود على امهن، 5 من عندهن حمر على خلينا نقول على ابوهم الاول، وهذنيك الملونات او البيض والحمر كذا ما ادري يجوز الوانهن تتغير. فجدا حلوات ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. هسه هذه تترك هذا المكان، هي هنا داخل زين. يلا نسوق يلا. يا عافية عافية عافية. شلون حلوات. وهذيك هناك نسرة ورا هاي سديتها. طبعا هنا البيوض مختلطة ما بين هاي وما بين هذيك نسرة، هن نفس الخوات هن هذين الدجاجتين. فلما كانن بيضا كنت اخلي البيوض يعني اخلطهن للبيوض، وبعدين لما كركن خليتهن يعني جبت مات هاي على هاي على هاي ايش مدري يعني. المهم انه كلهن بيوض. فشوف الجمال اللي طلع ما شاء الله تبارك الله. هاي الحمر هذني ما شاء الله شلون حلوات. هذا تعي هنا خلي يشوفوك شلون الجمال جمال ما شاء الله. تعي هنا تعي. هذيك نسور نسرة هنا هذيك خلي لها اكل ومي. وين هني خلي لهم اكل هنا ومي هنا ما شاء الله.
خليهن براحتهن. طبعا هنا خلي الصندوق على مود هذني طفرا عليه همتهن زينات. وهاي الكارتونة قصيتها وخليت بيها حشيش وحلفة وكذا مش شنو حتى هم يتدفن. الحمد لله المكان دافي، مكان دافي يعني، رغم انه ما مخليلهن، لا مخليلهن دفاية لا مخلي كل شيء ما مخلي، بس المكان دافي حتى بالليل وحتى بالبرد، لانه هذا النايلون انا مغطي بالنايلون لفوق، مكملة لفوق النايلون. فاعتقد انه ماكو داعي انه اخلي لهم دفاية، وخاصة انه الجو حاليا قام بدا يعني قام يكسر شوية، رغم انه بعده اكو برودة شوية لكن الجو حلو مهما يكون الجو حلو. تعال هذا الحمر شلون. انا بصراحة احب الدجاجات السود الالوان، لانه البيضة تكون وكأنما مثل دجاجة مصلحة، الحمراء شبيهة بالدجاجات البياضة، بس السود اسود واحمر هاي الالوان يعني تكون الوان حلوة يعني. لا دجاجات مال تربية، دجاجات عرب ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآله، حلوات. هذا النيج خلينا نروح من هذا النيج اللي هن التفقيسة الأولى. هذا النيج تفقيسة أول تفقيسة، خلينا نشوفها شلون صارن. هذا النيج كبرا ما شاء الله تقريبا يعني كبرا، بس المشكلة وإن شاء الله ماكو مشكلة إن شاء الله، إن شاء الله ماكو مشكلة. بس أنا أشوف يعني 2 أو 3 من هذين ماشي يصحوا لهن قريات، يصحوا لهن معقرقات، والله ما أدري، هو هذا المصطلحات هذه ما أعرف. هذه على كيفك. شوف هذا الصغير، هذا اللي منه، هذا اللي منه، هذا الأعرج، هذا الأعرج كانت رجله اليمين على هاي الجهة، بس هسه انعدل وانعدلت رجله وماكو أي مشكلة، قام يركض وعاد، بس هو ظل أشبه بالضعيف وصغير. شوف حتى حجمه يعني وين الفرق بينه وبين أخوته. وبعدك واحد هذا يمه ثاني، فحلوات الحمد لله والشكر. هذني كبرا. وخليت لهم هاي الدفاية، شوف شلون طريقة سويت اللي هي حتى هاي الدفاية. هاي ليش أنا خليت هذا السين؟ لأنه أول ما خليت الدفاية هذه تحوص أمهن، فطب ذيلها بالدفاية واحترق، قلت ها خاف أجي ألقاها مشوية، فخليت هذا السين.